لاعبين بمركز الظهير ممتازين عم يظهروا بهالمباراة قدرات كبيرة. على كل حال اللاعبين الصغار السن يعني منه مستغرب انه ما يكون عندهم رهبة المباريات. 8 لاعبين تحت ال20 سنة كانوا عم بيواجهوا النجمة بنهائي كأس النخبة، بنصف نهائي كأس النخبة مع اشكال على ارض الملعب. جميل رمضان شو كان قراره؟ لسينا سورو عم يهدئ خالد تكاجي بالوقت اللي خالد هو كابتن النجمة، من المفترض انه هو يعمل هالتوازن بين الحكم واللاعبين وهو يهدئ اللاعبين الاخرين. شو اللي حصل؟ سبب حمل جميل رمضان لبطاقاته، هل رفع البطاقة الصفراء بوجه احد اللاعبين؟ كان في اوت. سي الشيخ يلي استلم الكرة، خالد تكج يشوفه بالجهة المقابلة، يبدو كان عم ياخذ حقه بايده بعد الخطأ يلي ارتكبه عليه خالد علي بمرحلة سابقة مع كرة ايضا خطيرة جدا. جول محمد حمود بشكل مفاجئ، بشكل مباغت، بشكل غير متوقع، عم يرجع يوضع اسمه بين الهدافين بالكرة اللبنانية بعد ما كان أصاب الشباك مع الأخاء الأهلي علي بالموسم الماضي، بعد ما أيضا كان هز الشباك عندما لعب بصفوف الحكمة بالقميص الأخضر. أول أهدافه مع النجمة، أول أهدافه بالقميص النبيذي من دون شك هدف غالي جدا، لأنه هدف عم يجي من رحم المعاناة بالنسبة للقلعة النبيذية، بالنسبة لبطل لبنان. هدفه لمحمد حمود بعد صعوبات كتير كبيرة عليها النجمة أمام فريق عنيد وعنيد جدا. على غفلة غدر محمد حمود بدفاع طرابلس. شوفوا الكرة ارتدت من راس خالد تكجي وضع محمد حمود المتربص امام صعب على فريق النجمة. كانت الامور صعبة بهالمباراة. عم نشوف هدفه لمحمد حمود وفرحته المجنونة وفرحة جمهور النجمة على مدرجات. مهاجم طرابلس حصل على الكرة قبل مدافع النجمة، ومن بعدها كان يستحق الحصول على ركلة جزاء صحيحة، لأنه الإعادة بتأكد أنه مدافع النجمة شد قميص المهاجم ومنع فرصة تحقيق هدف مع العقوبة الانضباطية بالبطاقة الصفراء. نقطتين بدي اقولهم عن هالمباراة. اول نقطة هي عبدو طافح، بنقول له لعبدو سلامتك، كسر باحد ضلوع الصدر وبيحتاج الى حوالي الشهر من البعد عن الملاعب، فألف سلامة. الشغلة الثانية تحية كبيرة لمدير نادي طرابلس الصديق العزيز عماد طورس، يلي لولا حكمته لكان في مشكل بعد المباراة. ما بحب أذكر أسبابه وتفاصيله لأنه حقيقة مؤسفة، بس عماد كان حريص وكان مستوعب كل اللي صار وقدر يستوعب لاعبينه.